شوفوا لي الحلاوه دي، صوابع جلاش بالسوداني والقرفه، رهيبه. بصوا بصوا، ولا غلطه. بصوا لي على الحلاوه بجد، ولا اي حاجه. يعني لفه جلاش وشويه سوداني وشويه قرفه. بصوا عملت كل ده. عايزين تعرفوا الطريقه؟ دوسوا لايك واعملوا لي فولو، تعالوا اقول لكم عملته ازاي. للحشوه بقى انا محتاجه سوداني او اي مكسرات انتوا عندكم، بس انا هحتاج سوداني هفرمه، بس انا عايزاه فرم خشن، مش عايزاه يكون ناعم. بصوا خشن، مش مفروم قوي. خلاص هحط معاه كمان جوز هند، ممكن تستغنوا عنه لو مش بتحبوه. هحط حبه كده تقريبا، يعني ايه، نص كوبايه جوز هند ومعلقتين كبار قرفه. بصوا في تركايه هي مش باينه هنا، حطيت ربع معلقه كاكاو خام، بالظبط ربع معلقه. هجيب بقى صينيه هدهنها زيت، وعندي لفه جلاش. خلاص بصوا اللفه، انا هي يعني انا بجيب الجلاش اللي هو الطازه، انا هقطعه نصين بالظبط وهحطهم على بعض، وهوريكم دلوقتي هلفها ازاي. سهله جدا. بصوا بقى هحطهم كده على بعض، وبصوا ما تملوش الحشوه، يعني انتوا كده كده هتلفوها على بعض فهتبقى طعمها حلو. وكمان تاخدوا تقريبا 3 ورقات جلاش. بصوا هحطها ازاي، مش هامله حشوه خالص. هحط الحشوه كده وبعدين هلف الجلاش رول. سهل قوي. هوريكم برضو واحده تانية. الرول الواحده بتاخد تقريبا يا ورقتين يا 3 ورقات جلاش. بصوا كده، سهله جدا ولذيذه قوي. هنا بقى هقطعها، قطعها صوابع يعني على قد ما انتوا بتحبوا. انا قطعتها صوابع متوسطه، مش صغيره قوي ومش كبيره قوي. وبعدين هرشها زيت من فوق. هي عايزه اقول لكم ان هي خفيفه جدا، يعني انا مش حاطه دهون خالص غير من تحت ورشه بس من فوق. هتاخد الفرن نص ساعه على حراره متوسطه. بالنسبه بقى للشربات، كوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ميه وعصره نص ليمونه، واول ما الشربات يغلي ويستوي هحط عليه فانيليا في الاخر خالص قبل ما اطفي. اول ما الجلاش يطلع من الفرن سخن، الشربات بيكون بارد، بحط عليه الشربات. بس كده، جربوه، الف هنا وشفا. ريحتها قلبت الدنيا، مش جلاش خالص. سينامون رول بقى، قولوا عليها اللي تقولوه، تحفه.